المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. اختتام الفعاليات الرياضية لقوات الدفاع الإريترية في مدينة كرن. مستشفى دك أمحار يشهد إجراء عمليات جراحية ناجحة للعيون. تبادل الخبرات والمعرفة بين المزارعين والمهنيين الزراعيين. إسرائيل تكثف قاراتها على غزة تمهيدا للمرحلة التالية. نشر منظومة دفاعية لحماية القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. حادثة تصادم بين سفن صينية وفلبينية في بحر الصين الجنوبي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. اختتمت المنافسة الرياضية 15 لقوات الدفاع الإريترية التي أقيمت في حاضرة إقليم عنسبة مدينة كرن منذ ما يقرب من شهرين تحت شعار جيش الفخر في صفوف متماسكة. اختتمت في 21 من أكتوبر بروح من الحماس الرياضي. وفي الحفل الختامي الذي حضره كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة وقادة الجيش، قال ضابط الإرشاد والتوجيه المعنوي بوزارة الدفاع العقيد سلمون سيوم إن الأحداث الرياضية تهدف إلى بناء شاب يتمتع بلياقة بدنية قوية وحيوية، وتتميز بإحساس قوي بالوحدة والعاطفة، وقادر على الدفاع عن نفسه ووطنه في الساحات الرياضية. وقال إن الوحدة تتميز بالمشاعر والتحدي الرياضي، وتهدف إلى بناء شاب يناضل من أجل نفسه ووطنه في مجال الرياضة. وأوضح العقيد سلمون أن خبرة قوات الدفاع في المسابقات الرياضية خلال 22 عاما من الخدمة مكنته من المشاركة بفعالية في الاتحادات الدولية والاتحاد الإفريقي والدولي للرياضة العسكرية. وقال رئيس الأركان العامة بوزارة الدفاع الفريق فيليبوس والديهانوس إنه على الرغم من أن الريادة الحديثة ازدهرت في ظل مختلف القوى الاستعمارية للبلاد، إلا أنها حملت مشاعر وطنية خفية وتحدي وثبات وشجاعة، مؤكدا بأن دورها في بناء القوة الروحية القوية والوحدة والروح المعنوية وعدم الاستسلام لا يقل عن دور الحملات السياسية. وذكر بضرورة بذل جهود جادة للارتقاء برياضة قوات الدفاع إلى أعلى مستوى. وأكد أن الرياضة تلعب دورا مهما في بناء الشباب الواعد وتعزيز الوحدة والوطنية القوية، فضلا عن تحقيق التوازن والأخلاق في المجتمع. وفي الختام تم توزيع الكؤوس والجوائز الأخرى على الفرق والأفراد الفائزين. بشكل عام فاز فريق عنبربة ببطولة قوات الدفاع 15 وحصل على الكأس وجائزة نقدية. وتخلل حفل الختام عرض لفرقة موسيقية عسكرية وعروض ثقافية بحسب وكالة الأنباء الإريترية إرينا. أجريت العمليات الجراحية لأكثر من 400 مواطن في مستشفى دك أمحرة بتعاون أطباء الإقليم الجنوبي وفريق أطباء البصر. ومن بين 2000 مواطن خضعوا للفحص المسبق، خضع 430 منهم لعمليات جراحية ناجحة في العيون، بينما تم إعطاء البقية أدوية ونظارات. وقال المدير الطبي لمستشفى دك أمحرة الدكتور يوسف تخللي وكالة الأنباء الإريترية إرينا أن البرنامج تم تنفيذه بكفاءة للقدرات التي يمتلكها المستشفى في المعدات والكادر البشري، مشيدا بالدعم المعنوي الذي قدمته وزيرة الصحة آمنة نور حسين بالحضور إلى المستشفى. وقال مسؤول البرنامج الوطني لمكافحة العمى السيد ألم زكرياس إن عمليات جراحية مجانية مماثلة قد أجريت في كرن وبارنتوم. وشكر مدير مديرية دك أمحرة السيد يماني أبرا المهنيين المساهمين لإنجاح البرنامج. تم تبادل الخبرات والمعرفة بين المزارعين والمهنيين الزراعيين في مديرية عدخالة في 18 من أكتوبر.
وحضر البرنامج 25 مزارعا تم تدريبهم على تقنيات المكافحة المتكاملة للآفات بالتعاون مع المتخصصين الزراعيين منذ شهر يوليو، إلى جانب 25 مزارعا آخرين. قال رئيس وحدة تنمية المحاصيل بفرع زراعة السيد كفل مريم عند برهان إن مدرسة المزارعين في حقول المزارعين يتم تنفيذها في 8 مديريات في المحاصيل والخضروات والفواكه والثروة الحيوانية. وقال إن المشروع سيتم تنفيذه بالتنسيق مع خبراء الزراعة. وقال السيد محرت أب سابلو من مكتب الزراعة بمديرية عدو خالة إن 50 مزارعا يشاركون في المكافحة المتكاملة للآفات في الأرز، وتبادل الخبرات في تربية النحل واستخدام خلايا النحل يتم تنظيمهم وتبادل المعرفة والخبرة. وقال مدير ضاحية مايلافو السيد أبراهام تسفو إن برنامج مدرسة المزارعين في حقول المزارعين الذي تم إطلاقه يتمتع بميزة إيجاد حلول عملية للمشاكل التي يواجهها المزارعون في كل منطقة. وقال السيد بوخرس يونهبت كبير أخصائي المحاصيل في وزارة الزراعة إنه سعيد برؤية البرنامج يتم تنفيذه في جميع قطاعات الزراعة. عقد فرع المرأة الإريترية في إيطاليا اجتماعه الخامس الدوري في ميلانو خلال يومي 14 و15 من أكتوبر. وحضر المؤتمر الذي أدارته رئيسة منطقة أوروبا وإيطاليا السيدة نيغستي ساجاي والأمين العام للمنطقة الأوروبية السيدة ملئتيتا ولد برهان. حضره أكثر من 60 مديرا تنفيذيا وممثلا عن 12 فروعا ورؤساء المنظمات الوطنية. وفي كلمته الافتتاحية قدم سفير إريتريا لدى إيطاليا السيد فسحاسيون بيطرس توضيحا مفصلا حول الأوضاع الراهنة للبلاد، متمنيا النجاح للمؤتمر. بعد ذلك قدمت رئيسة الفرع السيدة نيغستي ساجاي تقرير الأنشطة التي نفذها الفرع، وقدمت السيدة الماز هبتي التقرير الموحد للفروع، فيما قدمت السيدة الجانيش أبابي التقرير عن الوضع الاقتصادي، وقد ناقش المؤتمرون ذلك بعمق. وبالإضافة إلى ذلك تمت قراءة اللوائح الداخلية وفقا لدستور الجمعية الأساسي. وقد تم أيضا انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمدة 3 سنوات. وأخيرا أصدر المندوبون قرارات من 8 نقاط يناسب المرحلة الحالية، وجددوا التزامهم بتعزيز وتطوير وزيادة مساهمتهم في البرامج الوطنية. كرمت مدرسة مينفح الثانوية في الإقليم الأوسط 26 من طلابها منتسبي الدفعة 35 من الخدمة الوطنية الحاصلين على نقاط عالية في امتحان الشهادة الوطنية للعام الدراسي 2022-2023. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ مانويل جبر ميكائيل في المناسبة التي جرت في 21 من أكتوبر أن التكريم يحفز الطلاب في المسيرة التعليمية المستقبلية وتخلق التنافسية بين الطلاب. ودعا مسؤول متابعة المدرسة الثانوية في مكتب التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ يوهانس سلمون ومسؤول التعليم في مديرية جالا نفحي الأستاذ دانيال سلمون الطلاب لتعزيز الجهود من أجل مواصلة التفوق التعليمي. من جانبه دعا مدير مديرية جالا نفحي السيد محاري يوهانس أولياء الأمور والمعلمين على العمل معا لتحقيق أفضل النتائج. في غضون ذلك كرمت مدرستي إنباطقرة ونسنت 38 من طلابهما الحائزين على نقاط أكثر من 90% في امتحانات الشهادة المتوسطة الوطنية، حيث تم تكريم 14 من مدرسة إنباطقرة المتوسطة و17 من مدرسة ناصنت المتوسطة أيضا. نجحت مدرسة إنباطقرة بنسبة 87% ومدرسة ناصنت ب88% من طلابهما في العام الدراسي 2022-2023. تجري أعمال بناء حاجز مائي للزراعة والثروة الحيوانية في منطقة خزان بضاحية قلبوب في مدينة أفعبت إقليم شمال البحر الأحمر، وذلك بتعاون الشعب ومركز معطر للتدريب العسكري. وتفقد قائد مركز تدريب قوات الدفاع اللواء رمضان عثمان أولياء أعمال البناء رفقة مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب، وقائد مركز معطر للتدريب العسكري العقيد إزرا ولد جبرائيل، وقائد القوات البحرية في المنطقة الشمالية المقدم يماني جبر مريم.
وذكر اللواء رمضان أولياء المزارعين على تنمية الخضر والفاكهة إلى جانب زراعة الذرة لزيادة دخلهم وتحسين معيشتهم. وقد أوضح مدير مديرية أفعبة السيد أحمد محمد نور رجب والمديرة التنفيذية لضاحية قلبوب السيدة سميرة إدريس والمزارعون تقديرهم الدعم المقدم من قوات الدفاع ومشروع الدهل رقم 3. تقع منطقة خزان على بعد 10 كيلومترات غرب مرسى قلبوب، وقد تجمع فيها هذا العام المواطنون من القرى المتناثرة في المنطقة. مشاهدونا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أنه كثف قصفه الجوي على استعداد للمرحلة التالية من الحرب، في إشارة إلى اضطراب تنفيذ وعيده بالتوغل البري في القطاع تزامنا مع دخول الحرب يومها ال16. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجنرال دانيال هاجاري الليلة الماضية: سنكثف اعتبارا من اليوم الضربات ونقلل من حجم التهديد. ودعا سكان مدينة غزة مواصلة الانتقال إلى الجنوب لضمان سلامتهم. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تفعيل نشر بطارية الدفاع للارتفاعات العالية ثاد إلى جانب بطارية باتريوت إضافية في مواقع مختلفة من الشرق الأوسط لزيادة حماية القوات الأمريكية. ويعد ثاد أحد أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية الأكثر تقدما، وهي سلاح دفاعي طرفي للارتفاعات العالية يستهدف إسقاط الصواريخ البالستية قصيرة ومتوسطة المدى ذات الارتفاعات العالية، وهو نظام مصمم لاعتراض الأهداف داخل الغلاف الجوي وخارجه. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإن صواريخ ثاد الاعتراضية لا تحتوي على رؤوس حربية متفجرة، لكنها تتحرك بسرعة أكبر من ميل في الثانية، وتضرب الصواريخ البالستية القادمة بقوة كافية لإحداث انفجار. تبادلت الفلبين والصين الأحد الاتهامات بالتسبب بحادثي تصادم وقعا بين سفينتين صينيتين وسفينتين فلبينيتين في مهمة إمداد للقوات الفلبينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. وأعلنت مجموعة عمل حكومية فلبينية أن مناورات العرقلة الخطيرة التي قامت بها السفينة التابعة لخفر السواحل الصينيين جعلتها تصطدم بسفينة الإمداد المتعاقدة مع القوات المسلحة الفلبينية. من جانبها أكدت الصين أن التصادم الطفيف حصل بعد ما تجاهلت سفينة الإمداد عدة تحذيرات وتعمدت العبور من خلال قوات حفظ النظام بطريقة غير محترفة وخطيرة. وفي حادث ثاني، أفادت قوة العمليات الفلبينية أن سفينة تابعة للقوات البحرية الصينية صدمت سفينة لخفر السواحل الفلبيني كانت تواكب مهمة الإمداد، إلا أن بكين اتهمت السفينة الفلبينية بالتسبب عمدا بالحادث بسيرها عن سابق تصميم إلى الخلف باتجاه سفينة صينية لصيد السمك. وتقع جزيرة سيك ند توماس المرجانية على مسافة حوالي 200 كيلومتر من جزيرة بالوان الفلبينية وأكثر من 1000 كيلومتر من جزيرة هاينان الصينية الكبيرة. وتطالب الصين بالسيادة شبه الكامل على بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره تجارة تقدر بمليارات الدولارات سنويا. كما تطالب كل من الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي بالسيادة على أجزاء منه. الخبر الأخير في هذه النشرة: أنجزت الهند بنجاح السبت أول اختبار غير مأهول لمهمتها المدارية المأهولة المستقبلية، محققة بذلك نجاحا جديدا في سياق طموحاتها الفضائية. وتهدف مهمة غانيان إلى إرسال طاقم مكون من 3 أفراد إلى مدار الأرض في العام 2025 في مؤشر مهم للقدرات التقنية التي تتمتع بها المنظمة الهندية للأبحاث الفضائية. واختبر خلال إطلاق الصاروخ السبت نظام إخلاء وحدة الطاقم في حالات الطوارئ والتي انفصلت عن جهاز الدفع وهبطت بسلاسة
بعد نحو 10 دقائق من الإقلاع. وستجري المنظمة سلسلة من 20 اختبارا رئيسيا، بينها ما يتعلق بنقل الروبوت إلى الفضاء قبل انطلاق المهمة المأهولة. وتعد غاغانيان أول مهمة من هذا النوع تنجزها الهند، وتقدر كلفتها ب1.08 مليار دولار بحسب المنظمة الهندية للأبحاث الفضائية. وتخطط البلاد لإرسال رواد فضاء إلى ما وراء حدود الغلاف الجوي للأرض لمدة 3 أيام قبل أن يهبطوا بأمان في المياه الإقليمية الهندية. مشاهدينا، نختم هذه النشرة بأهم ما جاء فيها. اختتام الفعاليات الرياضية لقوات الدفاع الإرتياحي في كرم. مستشفى دك أمهر يشهد إجراء عمليات جراحية ناجحة للعيون. تبادل الخبرات والمعرفة بين المزارعين والمهنيين الزراعيين. إسرائيل تكثف وقاراتها على غزة تمهيدا للمرحلة التالية. نشر منظومة دفاعية لحماية القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. وحادثات تصادم بين السفن الصينية وفلبينية في بحر الصين الجنوبي. هكذا مشاهدينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذه الفترة. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.